وسوريو مدرب نادي الزمالك هيعملها ولا ايه مع نادي الزمالك؟ بصراحة ريتم نادي الزمالك في آخر أربع خمس ماتشات ريتم تصاعدي جدا، بيلعب كرة هجومية، بيعرف يستحوذ على الكورة. تحس الفرقة متغيرة، اللعيبة بدأت تتعود على خططه وبدأوا يتعودوا على أسلوب الاستحواذ على الكورة، إنهم بيطلعوا بالكورة بكل انسيابية ويطلعوا الكورة من خطوط خلفية للخطوط الأمامية. بقى سهل جدا وسلس جدا، وبالذات بعد اكتشاف الفظيع اللي عمله لنا أوسوريو وهو أحمد أبو الفتوح في خط الوسط. بقى بيلعب كورة سهلة جدا، بيعرف يوصل الفرقة بباص واحد من قلب الملعب، بيضرب كل خطوط المنافس. يعني بصراحة اكتشاف جديد، وشكرا لعم أوسوريو على الاكتشاف الفظيع ده. وبما ان الدوري كده كده محسوم للنادي الاهلي من الدور الاول، فاسوريو بدا يشتغل للموسم الجديد، وبدا يصعد ناشئين زي ما شفنا علي ياسر وشفنا بيسو وشفنا حاتم سكر. يعني في خمس ست لعيبه دخلوا من الناشئين غير اللي هم كانوا صاعدين من السنه اللي فاتت اصلا. وبصراحه الحاجه الوحيده اللي لحد دلوقتي مش مظبوطه مع اسوريو في نادي الزمالك هي خط الدفاع.